فهي الأشياء اللي استدلينا عليها بعقلنا. يعني هذا الكون ما يمكن يجي لحاله أبدا إلا في مين أوجده. وذكرنا قانون السببية، بأنه الموبايل بده مين اخترعه، هي الطاولة بده مين اخترعها، الميكروفون بده مين اخترعه، ما في شيء بيجي لحاله. طيب والسماوات والأرض اجوا لحالهم؟ ما اجوا. طيب وين المعمل؟ هلا مثلا الموبايل بيكونوا كاتبين عليه في هذا التفاحة المعضوضة. اي نعم. السجاد مثلا، كان لي صديق انا وكيل شركة إبلة للسجاد، وكان مفوت انا على الجامع يصلي، فهو ساجد يلحمس على السجادة لا شعوريا، يعني بده يشوف السجادة شلون ترتيبها، شلون اخترعوها، شلون النسيج تبعها، مصلحته يعني. هنا كانت ستي الله يرحمها يوم كانت تصلي، فهي قاعدة بالتشهد تنقي الزغبر من الأرض على ما تخلص التشهد، فتلاقي عم تشيل هيك الزغبر من الأرض كذا. يعني الأدلة العقلية الأشياء اللي اشتغلناها بعقلنا. والله سبحانه وتعالى إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب. كانوا القدماء ما يشغلوا عقلهم بالأمور، كانوا فنانين بالطبخ بالشغل وبكل شيء، بس أما بأشياء اللي كان لازم يشغلوا مخهم فيها ما شغلوها. في العقيدة ما شغلوا مخهم. كثير من الناس كانوا يظنوا أنه رب العالمين سبحانه وتعالى هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هيك بيظنوا. فاستمداد هذا العلم من الأدلة العقلية شغلنا عقلنا، والنقلية القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة اللي هي الأحاديث الصحيحة. حكم الشارع فيه الوجوب العيني على كل مكلف ذكرا كان أو أنثى. كل إنسان بده يعرف الله سبحانه وتعالى. أول سؤال على الصراط المستقيم عن رب العالمين، بتعرف الله؟ إذا بتعرف الله بتمرق على الصراط، ما بتعرف الله ما بتمرق. أول سؤال. مرة عم أحكي أنا وشيخ، عم أقول له إنه والله أنا يعني ما كنا بالمدارس فكانوا يلقحونا، فكنت خاف واقف آخر واحد، بعدين صرت واقف أول واحد. فقلت له هلا إذا بدنا نمر على الصراط ولا بد بدنا نمر، فبدي أجي أول واحد، يعني قدر المستطاع، مدافشة غير مدافشة، المهم إنه أكون إيش بالأول وأقطع، يعني مشان ريح راسي. ما كل ما شفت زلمة وقع بجهنم ارتعب، خلص يا منقطع يا منوع بجهنم وخلصت السيرة. اي نعم. فقال لي والله انا جبان، قال لي بجوز انا تم لاخر واحد من امة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ما هي الامة هي اول الناس بتمشي على الصراط، اول الامم، اخر الامم في الدنيا، اول الامم يوم القيامة. الله يسلم الديات يا سيدي. فالوجوب العيني على كل مكلف. شو يعني مكلف؟ أدوات التكليف العقل والبلوغ والإسلام. إنسان عاقل بالغ مسلم، هي أدوات التكليف. إنسان ما في عقل ليس مكلف. إيه نعم. العقل والبلوغ. الطفل الصغير مثل الشاب الصغير هذا هلا ما له مكلف هذا، بس ليش أبوه بيجيبه معه على الجامع؟ ليش بيتعلم؟ ليش بيدرس؟ مشان لما يصل لدرجة البلوغ يكون جاهز انه يشتغل، حفظ كل شيء. مو نبلش من البلوغ، اذا بلشنا من البلوغ معناته ضوعنا سنين. هلا انا مني واحد الناس ضوعت سنين طويلة، ضوعت سنين قبل الالتزام، وضوعت سنين بعد ما صرت اتعبد. ليش؟ لانه ما بعرف صلي، واجي على الجامع صلي وصلي قيام ليل وصوم، وكان صيامي فشكلي، وكان الصلاة فشكلي. مو هي الصلاة اللي أمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. فصرت أقضي اللي راحوا علي تاري، حتى اللي بالنسبة إلي لبعد التوبة لازم أقضيهم لأنه ما كانوا صحيحين. فالطفل الصغير نعم لما بيدرس، لما بيأبلغ بيكون مستعد بقى للعبادة. كان في من أصحاب أبو حنيفة، صار يومين عم حاول أتذكر اسمه ما عم أتذكر اسمه، كان من أصحاب الإمام الأعظم من تلاميذه، درس عند الإمام سنوات طويلة. بعدين قال يا إمام هذه الأداة قد أحكمناها، تعلمت التوحيد، تعلمت شلون بدي صلي، شلون بدي صوم، شلون بدي حج، شلون بدي زكاة.